السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي يلا نطبخ مع ميسة. انقطعت عنكم فترة طويلة بس والله كان قلبنا ملان حزن وما عنا نفس لشي بعد اللي صار بأهل بلدنا. الله يفرج عنهم يا رب إلهي ويملأ قلوبهم فرح ويعوضهم خير. اليوم رح أعمل الكعك السوري والمعروك إن شاء الله، وصفة ظريفة ورح تنال إعجابكم. الكعك اليوم اللي أنا حساويه بدي إياكم تتابعوا معي الوصفة كتير منيح. يمكن تكون هي طويل شوي الفيديو، بس رح أحكي كتير ملاحظات مهمة، وتابعوا معي الفيديو كامل لحتى تعرفوا كل الأسرار وكل شي أنا ساويته لحتى تنجح معي الوصفات. هاي عم ورجيكم هلأ المعروك كيف قديش هو ناجح، وهي الكعكات ويلا رح نبلش سوا. أول شي عم ورجيكم هون نوع الطحين اللي أنا استخدمته هو طحين الخبز، وهذا المحلب يلي بيعطي طعمة طيبة للكعك وللمعروك. فيكم تستخدموا إذا بتحبوا نوع تاني بهارات، بس هذا طيب. وهي الخميرة هي خميرة الخبز كمان. أنا عم ورجيكم ياهن هيك قبل ما أبلش، لأنه في بعض الأحيان عم يطلبون مني إنه شو استخدمت. مثل مو شايفين بلشت بعيار الطحين، ححط 6 أكواب طحين. بلشت هلأ عم عبيون 6 أكواب طحين من طحين الخبز. برجع وبأكد المخبوزات يلي منجيبها من الفرن، يعني إذا كان المعروك أو الكعك أو الخبز أو الفطاير المعجنات كلياتها بيساووها بطحين الخبز، وهذا هو سر نجاحها. هلأ مثل ما شايفين فوق الطحين عم حط 6 معالق كبيرة ملانة منيح سكر، أو إذا بتحبوا تكتروا أكتر إذا بتحبوها أحلى، هذا بيرجع لإلكم. وهون راح أحط الخميرة اللي ورجيتكم إياها، خميرة الخبز كمان معلقة كبيرة ونص. كل شي مكونات مثل ما شايفين أنا بحطها الناشفة فوق بعضها، ما بدوب الخميرة ولا بخمرها ولا بعمل شي، كلهم برشهم هيك. وهي الطريقة السهلة. ونص معلقة صغيرة ملح، طريقتي كتير سهلة إن شاء الله بالعجين. ومعلقة صغيرة ونص كمان محلب، معلقة صغيرة ونص محلب. انتبهوا إنه هون المعلقة اللي عم نستخدمها صغيرة، وكمان الملح نص معلقة صغيرة. أما السكر والخميرة مكانه معالق كبيرة. حركنا المواد الجافة كلياتها مع بعضها، وهلأ رح أحط نص كوب زيت نباتي، هذا بيعطي هشاشة للكعك. فيكم تستبدلوه بالزبدة أو بالسمنة، بس ما طيبة السمنة، بظن زبدة أو زيت بس، يعني هو اللي بيعطي الطعم الطيبة. ورح أحط فوقه 2.5 كاس ماء دافئ. فيكم تستخدموا بدال الماء الدافئ تستعيضوا عنه بالحليب، أو تحطوا حليب بودرة وتحطوا مي كمان. بس أنا ما حطيت لحتى أورجيكم إنه الوصفة بتنجح بالمي على الحل بدون شي، لأنه في بعض الناس حالتها المادية تعبانة الله يفرج عنهم. ومثل ما شايفين أنا هلأ بلشت بالعجن. العجن رح أعجن 5 دقايق، بتنبعجن لحتى العجينة تصير مالسة وتطلع من ايدي، يعني ما عاد تعلق بايدي، ما عاد عم تلزق بايدي. وكمان الوعاء اللي انا عم بعجن فيه ينضف، يعني الطراف تبعه انه ما عاد فيها هيك طحين وعجين ملزق فيهم. بتقدروا تستخدموا العجانة، وأنا الصراحة عندي عجانة بس حبيت أعجنها بإيدي لحتى أورجيكم إنه حتى بالإيد هي مو صعبة. عم حاول أورجيكم إنه أبسط الوسائل للتعامل مع العجين، أو كمان أبسط المكونات. هلأ العجينة مثل ما شايفين بعد ما عجنتها تقريبا 5 دقايق صارت مالسة وصارت متماسكة. ححط لها هلأ غطيها وحأتركها لتتخمر 3 ساعات ل5 ساعات حسب حرارة المطبخ عندكم أو الغرفة. بدي إياها تتضاعف لحتى يصير الوعاء ملان، يعني بدي إياها تتضاعف شي 3 أضعاف. شايفين كيف هلأ مبينة قديش صارت كلها فراغات وفقاعات وانتلت عندي الزبدية اللي أنا عجنت فيها. هذا السمسم اللي حاستخدمه للكعك والمعروك سمسم أبيض، لا تستخدموا المحمص، هذا بيطلع أطيب الأبيض. وحورجيكم هلأ أول طريقة كيف رح أتعامل مع السمسم. هي تقريبا كوب سمسم حطيته هون، ورح أحط له معلقة صغيرة دبس التمر. هاي الطريقة مشان يعلق السمسم على الكعك، حطيت له دبس مشان يصير دبق ويعلق على الكعك. بس كمان إذا كان ما عندكم دبس التمر فيكم تستعيدوا إذا بتحبوا بالقطر، أو أنا رح أورجيكم طريقة هلأ كمان إنه ما بتحتاجوا إلا السمسم بأبسط الطرق إن شاء الله. حركت السمسم مع دبس التمر، وهلأ انتقلت للعجين. رشة طحين، والعجينة بدي فضيها من الهواء اللي فيها، فرغ الهواء من قلبها. رشة طحين خفيفة كمان على العجينة مشان ما تعلق بإيدي، لأنه هلأ هي كتير منفوخة رح تعلق بإيدي مشان ما تعذبني.
بعد ما فضيتها من الهواء باخد منها قطعة. شوفوا هاي القطعة اللي أنا هلأ شلون حأعملها. هيك اعملوا هاي الطريقة، هي أسهل شي مشان ما تقطعوا قطعة قطعة، يعني مشان ما تقطعوهن صغار. هيك بتعطيكم نفس القياسات. كمان بنحاول قد ما فينا إنه نعطي نفس القياس. أنا لا حطيت ميزان ولا حطيت شي، هيك قدرت تقدير. حلو لما نحن نساوي شي بالبيت بإيدنا، يعني إنه يبين إنه شغل إيدنا. هو اختلافه شوي عن شغل السوق إنه بيبين إنه يدوي، وطبعا نحن ما بيطلع بإيدنا نعمل مثل شغل المعامل، فحيكون في اختلاف بالحجم شوي، بالطول، بتخن الكعكات، بس بنحاول إنه نحن نجيب نفس الحجم مشان يكونوا مرتبين. مثل ما شفتوا بعد ما تركت العجينة، بعد ما قطعتها شي 3 دقايق ل5 دقايق لترتاح، بلش بأول قطعة قطعتها وحطيت السمسم على سطح العمل عندي. شفتون هيك حطيتهم السمسمات، واخدت العجينة غطستها بالسمسمات. شوفوا هي هلا بتشوفوا الطريقة، غطست العجينة بالسمسمات وبفردها، مو بفردها يعني بدحرجها تحت ايدي التنتين. ودائما بشتغل من النص للأطراف بايد تاني، من النص للأطراف، لحتى تعطيني هالشكل الاسطواني الحلو المرتب. من الطرفين بتمد معي وبتصير شكلها شكل كعكة. أنا عم سرع الشغل حتى ما ياخد الفيديو وقت طويل، لأنه في شغل كتير وفي شرح كتير. لا ترتعبوا من كلمة في شغل كتير، هو ما في شغل كتير يعني صعب، كله سهل، بس في ملاحظات أنا حابة أحكيها وأرجيكم إياها. لذلك أنا حطيت تفاصيل كتير بالفيديو لحتى ينجح معكم إن شاء الله. هاي مرة تانية العجينة نفس الشي سويت كمان، نفس ما فرجيكم اياها كمان كيف كورها. ممكن كورها بطريقة انه اضغط عليها العجينة بين السبابة والابهام بتطلع معي شكل كرة، او بدي اعملها بين ايدي التنتين. عم ورجيكم الطريقتين، ومثل ما حكيت انه بريحها العجينة ما بتصير معي سهلة الا اذا ريحتها. الكعكات أنا إذا كان شوفوا هلا رشيت رشة طحين صغيرة، وأخذت جبت مي وحطيت الكعكة على العجينة على السطح، وبلبلت إيدي بشوية مي صغيرة. وهلا بلشت إني أنا جهز يعني شكل الكعكة. رشيت رشة السمسم هيك. هلا هي الطريقة اللي أنا بدي أحكي لكم عنها، إنه نقطة مي حتساعدكم إنه العجين ياخد السمسم، رح يلق السمسم على العجين. وبتساعدكم كمان إنه بالتشكيل، لأنه العجينة ممكن تروح وتجي معكم تحت إيدكم على السطح ما تمد، يعني ما تصير طويلة حتى هيك إنه مثل ما هي، وتروح وتجي تحت إيدكم لأنه معباية هوا. فأنا مشان ما تعذبكم، بس نقطة مي على إيدكم بتصير بتمشي تحت إيديكم وبتمد معكم مثل ما بدكم، وبتتشكل بسهولة إن شاء الله. ورشوا السمسم ومشوا فوق الكعكة، دحرجوها لحتى تاخد السمسمات. مثل ما حكينا إذا عليها نقطة مي رح تمسك السمسم. وهيك ما بتحتاجوا دبس التمر ولا بتحتاجوا قطر إذا ما لكم حابين، يعني هي طريقة بسيطة وسهلة. وشوفوا كمان أنا شفتوني شو عملت. حطيت الكعكة أول وحدة اشتغلتها، لقيت عذبتني تركتها، رديت اشتغلت الثانية، رديت تركتها واشتغلت الثالثة، وبعدين رجعت للأولى. هيك بصير سهل، يعني إنه لما بتعذبكم اتركوها واشتغلوا بغيرها، بترجعوا لها بتكون ارتاحت، بتساعدكم أكتر إنكم ما تتعذبوا فيها. يعني دائما العجين إذا مو مرتاح بتم بيرجع وبتم بيعذب. لما العجينة بتفردوها وبترجع معكم معناتها بدكم تريحوها، بتتركوها لترتاح، بترتاح بتصير بتساعدكم بالمد بالفرد، شو ما بدكم تعملوا فيها كتير بتصير سهلة. بنفس الطريقة هيك بشتغل، بفرد الكعك تحت أصابيعي من النص للأطراف، وبحاول قد ما فيني إنه أجيب الكعكات كلهم نفس يعني نفس العرض أو نفس التخانة مثل ما بيقولوا، لما بعرف شو بدي أقول الكلمة. بحاول أساويهم كلياتهم يكونوا تخان نفس التخن، يعني شايفين كيف هيك نفس القياس. وبخلي بيناتهم مسافات كمان لأنه حيتخمروا مشان ما يلزقوا ببعض بعد التخمير، بحافظ على المسافات بيناتهم. شوفوا هاي الطريقة كمان نفس الشي. العجينة أنا بللتها بشوية مي وغطستها بقلب السمسمات، بس إذا ما حبيتوا لا تعملوها لأنه السمسم رح ياخد مي. إذا ما بدكم تستخدموهم كلهم السمسمات، أنا رح أستخدمهم يعني، مشان هيك أنا عملت هالطريقة كمان لحتى أورجيكم طريقة سهلة.
هلا انا قطعت قطعه كبيره بدي اعملها معروك، قطعتها مبكير شوي وحطيتها على جنب قدامي لتخمر، وخلصت صينيه الكعك وهلا برجع لها. هلا ارتاحت، مو تتخمر ترتاح قصدي. هلا ارتاحت معي عجينه المعروك هي اللي قطعتها، بليتها بنقطه مي مثل ما شفتوني، دهنت عليها نقطه مي صغيره وغطستها بالسمسم، وهلا بفردها بايدي. رح افردها بدون استخدام شوبك او بدون استخدام اي شيء، بس هيك يعني بايدي باصابيعي، وبحط عليها السمسم، وقد ما بتكون السمسم الكمية اللي بتحبوها. بتقدروا تحطوا حبة البركة أو الحبة السوداء بيقولوا لها، إذا بتحبوا انتوا الطعمة، بس أنا هذا المعروك السادة بحبه بس بالسمسم. حطوا الكمية اللي بتحبوها من السمسم، قليل ولا كتير مثل ما بتحبوها راحتكم طبعا. وهلا صارت جاهزة. شوفوا أنا سويتها تقريبا نص سنتي سماكتها، ومن كل الأطراف لازم تكون نفس السماكة حتى ما تطلع شكلها مو حلو، لازم تطلع شكل حلو معي. وهلا هي رح تنتفخ نص سنتي سماكتها بكفي يعني. عم بعمل لها اشكال حلوه بالكاسه هيك مثل ما شايفين، عم بضغط عليها بس يعني هيك بس منظر هاي عشان يعطيها شكل حلو. وهلا حاخذها على التخمير، وهلا حاعمل وحده تانية. هذا العجينه اللي انا عملته بس استخدمت الخميره العاديه وطحين الخبز. شوفوا اذا هي لزقت معكم رشه طحين هيك خفيفه ما بيأثر، يعني فيكم ترشولها. ايه هي العجينة ما فيها لا خميرة الحمص ولا فيها خميرة الأمونيا أو النشادر، ولا استخدمت أي محسن غير بس الخميرة العادية. بالسوق بيستخدموا محسن للطحين، بيستخدموا محسن للكعك، بيستخدموا النشادر، بيستخدموا خميرة الحمص. أنا هون لأنه بالبيت ووسائل بسيطة وسهلة، عملتها بس بالخميرة العادية. وطحين الخبز هو يلي ساعدني انه تنجح معي الوصفة. الوصفة ناجحة كتير ناجحة، بس اكيد طبعا مو 100% مثل السوق، يعني ما بيشبه الكعك المعامل يلي بيبقى رفيع هيك كتير، اللي هلا عم يجينا صار بيشبه الكعك القديم اللي كان يجينا من زمان لما ايام الطفولة. إذا بتتذكروا الكعك أو لما كنا صغار كيف كان شكله. هلأ هذا الكعك اللي نحن عم نعمله كتير هو كأنه بيشبهه، يعني هذا الكعك اليدوي. وهي شفتوني شلون عملت المعروكة، هي فردت العجينة رقيقة، أرق من هديك رقتها أكتر لأنه لفيتها لف هي، وحشيتها تمر. التمر ما حطيت له أي شيء، بتقدروا تحطوا له إذا بتحبوا هيل تحطوا قرفة يلي بتحبوا، بس أنا حطيته سادة تمر مطحون وبس. ومثل ما لكم شايفين كمان هي وحدة تانية عم بعملها، غطيتها بالسمسم مشان تاخد السمسم، وانا عم بفردها. رح افردها كمان بالشوبك، هي الشوبك اسمه او النشابة بيقولوا له، ما بعرف. المهم رح افرده كتير منيح، العجين يكون رقيق، لانه مثل ما قلت لكم هذا حيجي طبقات فوق بعضه حلفه. بدي اياه العجين رقيق ما يكون سميك مشان ما تطلع كتير سميكة. ولحلفها هي كمان نفس الشي حاحشيها بالتمر. شايفين بضغط عليها مشان هيك تمسك على التمر. وهاي الطريقة الثانية اللي مشان تعطي شكل حلو. هلا هي بس هيك حالفها وظبط كل هذا تكون كلها مثل بعضها نفس الحجم من كل الأطراف، ودهنت لها مي. وهلا عم حط لها كمان حبة البركة. هديك اللي قبلها كمان حطيت، شفتوني كنت عم بحكي غير شيء فنسيت احكي لكم عن حبة البركة او الحبة السوداء. سمسم وحبة البركة بتعطيها طعمة طيبة. وهلا هون التخمير. شوفوا التخمير هو عبارة عن انه انا فوتهم على الفرن، دخلهم كلياتهم الصواني وحطهم بالفرن حوالي ربع ساعة لنص ساعة. بس الفرن مو سخن، الفرن بس دافي دفء بسيط كتير بسيط. شفتوا شلون بعد التخمير صاروا؟ شفتوا كيف كانوا قبل وشوفوا قديش تخنوا هلا شلون صار منظرهم. وهي صينية تانية مشان تشوفوا كيف التخمير هلا، شوفوا كيف رفع. وهلا لما دخلهم على التخمير وطالعون رح اورجيكم اياهم، شوفوا قديش اختلف حجمهم، تضاعفوا ضعفين تقريبا، بينتفخوا معكم هيك مثل ما شايفين. وهي المعروكة بعد ما تخمرت كمان شوفوا قديش انتفخت، يلي كانت هي نص سنتي صارت تقريبا شي سنتيين انتفخت. وهي صينية كعك كمان قبل وبعد مثل ما انكم شايفين. هاي كل الشغل اللي اشتغلته عم ورجيكم اياهم بعد التخمير لمدة ربع ساعة لنص ساعة. بس الفرن دافي، يعني شغلوه دقيقة واحدة أو دقيقتين وطفوه وحطوهم جواته
وتركوهم وسكروا عليهم الفرن شي ربع ساعة لنص ساعة لتشوفون تخمروا. وهلأ شوفوا الكعكات عم ورجيكم اياهم بعد ما شويتهم. بشويهم على حرارة 400 فهرنهايت أو 200 مئوية. بتحطوهم بالفرن يكون الفرن كتير حامي وتأكدوا انه حميان مزبوط قبل ما تدخلوهم مشان ما يخرب معكم. شوفوا المعروك قديش انتفخت ولونها شو حلو، ما دهنت المعروكة من برا بأي شي. هاي الكعك اللي انا عملته بالسمسم مع الدبس، شايفين لونه؟ بس اخذ شوي لون ذهبي زيادة بس، ولا هو ما بيختلف كتير عن العادي التاني اللي عملته بدون. شايفين هدول كمان، بس في وحدة هي هون انا حطيتها لتشوفوها عشان تشوفوا انه الفرق ما في فرق، شي بسيط كتير الفرق باللون يعني، بس انه ابدا ما بيضر يعني انه كتير ناجحين. وهي هون المعروكات كمان عم ورجيكم اياهم من وشهم ومن سفلهم الشوي تبعهم ولونهم قديش حلوين. مثل ما قلت لكم ما دهنتهم ولا بيض ولا حليب ولا شي قبل ما ادخلهم على الفرن، بس هن مثل ما هن حطيتهم بالفرن واخذوا هاللون الحلو. الفرن لازم يكون بس محمى مسبقا ويكون حامي مزبوط وقت ندخل العجين لنشوي مشان ما يخرب معنا العجين. وكمان بالتخمير ما لازم يكون سخن الفرن، لازم يكون بس دافي. عم برجع عيد الملاحظات لأنه مهمة هاي الملاحظات. يكون الفرن دافي، إذا كان سخن رح يخرب معكم العجين وقت التخمير. بس بالشوي لازم يكون الفرن حميان صح. وهلأ عم بقسم لكم المعروكة لتشوفوها من الداخل. شوفوا قديش نجاحها، قديش فراغات من الداخل كلها فقاعات وطرية، وبنضغط عليها بترجع يعني مو معجنة، مستوية تمام، مستوية من الخارج ومن الداخل ولونها كتير حلو. وهي النوع الثاني اللي حشيته تمر كمان. ياما أنا كنت من زمان جرب المعروك وجرب الكعك، بس ولا مرة كان ينجح معي بهالشكل. كنت حط بيض، حط زبدة، يقولوا وصفات يعني اخذها من على الانترنت وجربها. بس اني كنت استخدم طحين متعدد الاستعمالات كان ما عم ينجح معي بهالطريقة. هالمرة لاني استخدمت طحين الخبز نجح بأبسط المكونات. شايفين يعني هلا لا حاطة بيض ولا حاطة زبدة ولا لي حاطته مخمرته اول ورديت حطيت طحين، ما بعرف الطرق. شوف اسمعوا. حبيت سمعكم صوت القرشة. وهلا هون رح اورجيكم الكعكة كمان لما حطيتها بالشاي انه هي بتشتش بالشاي، بتغب بالشاي، وانه ناجحة الوصفة. اكيد طبعا ما رح تكون مثل وصفة اللي بنجيبه جاهز، لانه قلت لكم انه هن بيحطوا محسنات، نحن ما حطينا الا الخميرة العادية، بس جدا ناجحة نسبة للمكونات اللي نحن استخدمناها والطريقة اللي اتبعناها. كتير كنت مثل ما قلت لكم جرب حط بيض، اعمل طريقة اول شي 10 دقايق تخمير وهيك. كلها هديك الطرق كانت ما عم تنجح مثل هي الطريقة يلي هي كتير بسيطة، بس لانه انا هلأ هون استخدمت الطحين الصح. شفتوا شلون الكعكة لما انا حطيتها انه تشتشت ورجيتكم اياها؟ هيك هو الكعك الصح، انه لازم لما نحطه بالحليب او بالشاي انه يتشتش. وهلا بدي احكي لكم عن الملاحظة المهمة هي، انه بعد ما تطلعوا الكعك من الفرن شوفوا كيف انشوى ولونه حلو كتير، بس بيكون طري. شايفين كيف طري؟ هلا انا بعد ما طلعته بتركه شوي برا لحتى ياخد شوي برودة، وبعدين برجعه على الفرن يلي هو كان سخن عندي مثل لما كنت حاميته على 400، بس بطفيه وبتركه شوي صغيرة للفرن لياخد شوية برودة خفيفة، وبحط بعدين هدول الكعكات داخل الفرن وهو سخن لساته، سخن كتير منيح بكون الفرن، وبسكر عليهم الفرن وبتركهم لحتى يبرد داخل الفرن مشان يصيروا يقرمشوا معنا. إذا طالعناهم بعدين ولقينا لسه هنن
فيهم طراوة، بنخليهم خارج ما بنضبهم، يعني بنحطهم هيك بالمطبخ بنخليهم لحتى ياخدوا من الهواء الجو لحتى ينشفوا معنا مزبوط. بس لحتى أتأكد إنه الناشفين ما فيهم طراوة أبدا حتى ما يخربوا معي وما يعفنوا، بضبهم بشي وعاء أو بكيس إذا بتحبوا، مثل ما شايفيني أنا عم ضبهم. هلأ بعد ما نشفوا صاروا عندي كعك وعم يقرش، بضبهم لحتى أحفظهم إنهم ما يخربوا عندي، ما يتغير طعمتهم. ضروري كتير إنكم تلاقوا لهم وعاء تحفظوهم فيه، يكون مغلق ومسكر ونظيف وبعيد عن العوامل الجوية حتى ما يتأثروا وتتغير طعمتهم. إن شاء الله تكون الوصفة لليوم نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.